طيب تعرفها ازاي بقى؟ هو يعني ممكن بالريحه بتاعته بتبان مثلا، يعني ده ممكن يعني بالريحه بتبان قدامك، تشم ريحه العلف بيظهر معاك ان في ريحته زفره، ريحته وحشه، ريحته نتنه. برضه ممكن مثلا لو في مصانع بقى دماغها شغاله وعلفها حيواني بس مظبطه الريحه بتاعتها، ممكن انت بتقوم جاي واخد شويه علف من الشجره بتاعتك وحاططهم في شويه ميه قيمه ربع ساعه، وهتشم الريحه. ممكن برضه لو هو فعلا في مدخلات حيوانيه تلاقي ريحته زفره جدا، والريحه اللي طالعه من الميه وحشه قوي. وبرضه كذلك بقى بيبان قوي قوي مع المربي الشاطر اللي بياخد باله من فراخه وهي بتاكل العلف النامي ال21 بالتحديد. تيجي تبص لو العلف فيه مدخلات حيوانيه فعلا، تلاقي المعوى عندك بتاع الفرخ اتضرب 360 درجه. إيه، كوكسيديا، كوليستيريديا، بتعالج فيها ما بتتعالجش، تلاقي الفرخ من جوه ما هوش مظبط، تلاقي ما فيش هضم، العلف بينزل زي ما هو. بتلاقي مشاكل كتيره، ودي في الغالب برضه بيكون سببها المدخلات الحيوانيه، وبتكون ما اتطبختش كويس ولا اتعالجت كويس بطريقه كويسه.